بيكم معاكم دينا من بودكاست من ورا المراية. البودكاست اللي بندخل فيه جوه نفسنا وبنتكلم عن كل حاجة مضايقانا وعن كل حاجة مش عارفين نتكلم فيها قدام أي حد وقدام الناس عموما. هنتكلم من غير خوف وبعيد عن الزحمة، بعيد عن أي دوشة حوالينا. كلنا بنختار بس مش دايما بنعرف نختار صح، ونفتكر اننا ماشيين يا اما ورا قلبنا او عقلنا او اللحظة اللي احنا فيها دلوقتي، وبنكتشف بعدين اننا كنا بنهرب او ان احنا بنرضى بامره خلاص او ان احنا بنعاند. النهاردة في الحلقة بتاعتنا هنتكلم عن سوء الاختيار. ليه بنختار غلط؟ ومش بس سوء الاختيار مش لازم يعني سوء الاختيار يكون في جواز بس، ممكن يكون في شغل، ممكن يكون في قرار مصيري في حياتنا اخترنا غلط. ليه بنختار غلط؟ وليه اوقات بنكمل في اختيارات احنا عارفين انها هتوجعنا في الاخر؟ وهل في حاجة اسمها اختيار غلط بس هيفيدنا، ولا مفيش اصلا حاجة اسمها سوء اختيار وده نصيب؟ خليكم معايا. ليه بنختار غلط؟ يعني نسأل نفسنا كده كذا سؤال. هل احنا خايفين من الوحدة، ولا الضغط بتاع المجتمع اللي احنا عايشين فيه، اللي لما بنت بتتأخر في الجواز وطبعا الكلام السخيف بتاع الناس اللي هو انتي اتأخرتي كده ليه، مش هنفرح بيكي والجو ده والكلام ده. هل احنا بنختار علشان خاطر ما نسمعش الكلام ده، علشان خاطر مثلا اللي حوالينا اتجوزوا واحنا لأ، فبنضطر ان احنا، هل مثلا علشان كمان برضو اللي حوالينا مرتبطين وحياتهم حد واحنا لأ، فبنضطر ان احنا نختار شخص ممكن يكون مؤذي نفسيا فعلا واحنا مش حاسين بكده، لان احنا باصين على حتة معينة، احنا مش شايفين حتى حياتنا قدام مع الشخص ده هتبقى عاملة ازاي، ولا لما العلاقة تتعمق بقى فعلا في خطوبة، في جواز، خصوصا كمان بقى خطوبة، لان كل واحد بيظهر يعني احلى ما عنده في الخطوبة. فهل احنا بنختار عشان احنا خايفين من ان احنا نكون لوحدنا؟ اصل كل الاختيارات لما بتبقى نابعة من خوف تبقى كلها غلط. لما بتبقى نابعة من خوف ان احنا نكون لوحدنا عمرها ما بتبقى ابدا صح. لما ما بتجيش عشان انتي بتحبي الشخص ده فعلا، وحب كمان هو مش حب كده وخلاص، انتي حبيتيه ليه؟ او احنا حبينا الشخص ده علشان ايه؟ عشان شكله حلو، عشان كلامه حلو، عشان طريقته حلوة، عشان بيخرجني، عشان بيجيب لي هدايا، عشان بيسمعني كلام حلو. لو احنا هنختار عشان الحاجات دي كلها حاجات سطحية جدا. احنا بنختار شخص هيكمل. احنا عايزين نبص ان احنا لما بنيجي بنختار حد يكون اب لعيالنا. انت بتختاري اب، حطي في دماغك انك لما تيجي اختاري اب مش زوج، اختاري اب لعيالك. دي اهم حاجة، وهنتكلم في النقطة دي بعدين. نرجع لكلامنا دلوقتي ولنقطة ان احنا لو خايفين من الوحدة، لما بتيجي اختيارنا لو نابع من الخوف ومش مقتنعين، عمرنا ما بنكون مقتنعين لو احنا خايفين من الوحدة، ولو احنا كمان مش حابين ده، بنختار كمان علاقة مش مناسبة لينا، شخص مش مناسب، لاننا خايفين ان احنا نفضل لوحدنا، او لاننا شايفين ان اللي حوالينا في حياتهم حد واحنا لوحدنا. طيب لو احنا
الضغط الاجتماعي اللي حوالينا زي ما قلنا انك كبرتي او لازم ترتبطي، او لو انتي مع شخص يقولك ليه هتسيبيه، طب هتتعرفي على شخص تاني ولسه على ما تعرفي حد تاني، او خلاص انتي عرفتيه تعودي على طباعه. ودي اكتر حاجة ممكن يعني لا يعني تهدم البيت فعلا. يعني ايه اللي يخليني ان انا اكون مخطوبة لشخص يكون فيه عيوب كارثة فعلا، يعني عيوب كارثية بجد، و... واكمل معاه عشان خاطر مثلا ان انا شايفة نفسي ان انا كبرت، وان اللي جاي من عمري لسه الله اعلم هتعرف على شخص تاني جديد ولا لا، ولو اتعرفت وعلى ما اعرفه يعرفني ايه المشكلة؟ والله حتى لو هقعد مش ما اتجوزت، بس اختار صح، نختار الشخص الصح. واحنا مش كلنا كاملين، انا برضو كل واحد فينا فيه عيوب، زي ما هو فيه عيوب او هيكون فيه عيوب انت كمان فيكي عيوب، بس فيه عيوب عن عيوب بتفرق. في عيوب تقدر ان هي ممكن تتصلح، لكن الطباع عمرها ما بتتصلح. لو مثلا واحد بطبعه الخيانة عمره في حياته ما هيبطل يخون، هو طبع. واحد كذاب هيفضل طول عمره كذاب، هو كده. اصل الكذب، الخيانة، البخل مثلا، دول 3 حاجات، دول اصلا اكتر 3 حاجات في الشخص يعني اللي هو خلاص هو مفيش بعد كده. ما تبصيش بقى والله لو واحد فظيع وشكله حلو وامور وبيقول لي كلام حلو، بس في اسوأ 3 حاجات في الدنيا: بخل، خيانة، كذب. ولو قعدنا يعني في كمان حاجات، في عيوب كمان حاجات، يعني عيوب برضو بتبقى صعبة ان الواحد يتعايش معاها. وهعمل حلقة مخصوص بس عن الموضوع ده، عن عيوب الشخص اللي ممكن بسببه هو اللي بإيده يهد البيت. ولو احنا بنختار برضو علشان المجتمع اللي حوالينا، يعني احنا كده بنرضي الناس، بنرضي اللي حوالينا، اللي هو هي اتخطبت. طب هو حد هيجي يعيش معاكي في بيتك لو اخترتي غلط، او لو اخترتي شخص انتي عارفة من الاول عيوبه عاملة ازاي، يلف ويدور عليكي مثلا، مش يعني يطلع عينيكي لحد ما جه البيت وكلم اهلك، يبقى ده واحد بيلعب. حتى لو جه يكلم اهلك، بس الواحد الصريح اللي بيحب بجد باين ان هو دغري وصريح، المحترم كمان هو اللي كده، الشخص المحترم. واللي بقى قليل جدا الفترة اللي احنا فيها دي، بقى قليل قوي بجد المحترم، الناس المحترمة. نرجع برضو تاني لموضوعنا، لو احنا بنختار برضو عشان نهرب من مواجهة نفسنا، بنختار نفضل ان احنا مثلا نبقى مشغولين بحاجات تانية علشان ما نواجهش وجع جوانا، فندخل في علاقات مش مستقرة او ناخد قرارات مستعجلة. يعني بناخد اللي قدامنا، يعني الشخص مثلا جه قدامنا انا معجب بيكي مش عارفة ايه خلاص بتدخلي معاه، بس يعني يعني تعرفيه شوية، اللي هو اصلا مش مجرد حتى معرفة، يعني معرفة اللي هي مجرد انتي بتعرفيه بس مجرد معرفة سطحية علشان تهربي من واقع انتي عايشاه او وجع انتي عايشاه جواكي. ده برضو من اكتر الحاجات اللي بتخلينا نختار غلط، وفعلا بتعيشي حياتك كلها يعني على اختيار غلط. انتي مش بس انتي اللي بتعيشي حياتك كلها تعبانة، انتي كمان ولادك انتي بتدفعي الثمن، يعني غلطة بتدفعي الثمن انتي، ثمن غلطتك انتي، وكمان بتدفعي ثمن انك تشوفي عيالك تعبانين قصادك بسبب سوء الاختيار ده. لان
لما يكون الراجل او لما يكون في سوء اختيار هنا، زي ما قلت احنا نختار اب لعيالنا، ولو الراجل مش صح مش هيكون عمره اب صح، وده هيكون فيه خلل في البيت، مش هيكون اصلا البيت مبني صح. او بقى ان احنا قلة وعي بنفسنا، زي ما قلت ان احنا اوقات كتير قوي بنكون لسه مش عارفين احنا عايزين ايه اصلا، او احنا بنختار ازاي. طب لو انا عايزة الشخص ده عايزاه عامل ازاي، بنكرر بقى نفس الغلط لاننا احنا مش واخدين بالنا اصلا من دوافعنا عاملة ازاي. يعني احنا مش بنختار لمجرد ان احنا شفنا ان الشخص ده فيه حاجات كتير احنا محتاجينها وعايزينها، احنا بنختار علشان احنا عايزين نختار. ودي عمرها ابدا، يعني لما بنختار عشان احنا عايزين نختار، الاختيار بيبقى غلط. بنحاول نتلاشى حاجات كتير ممكن تبقى يعني كارثة فعلا، واللي حوالينا حتى ممكن يشوفوا، يعني اقرب الناس ليكي اللي هم اهلك او كده ممكن يشوفوا ان انتي، طب في حاجات هم ممكن يكونوا يعني وجهوكي ليها اكتر من مرة، وخدي بالك انه ما ينفعش، يعني دي حاجة مثلا ما تنفعش فيه بس انتي مش شايفاها، او شايفة ان هو عيب عادي بسيط، بس مش هتكتشفيه غير لما تتجوزيه وتقعدي معاه في بيت واحد. خليني اقول لكم قصة كده. كانت في بنت، يعني يعني اعرف الموضوع ده بشكل شخصي. يعني كانت لسه خارجة من علاقة، من خطوبة. كانت الخطوبة دي كانت مفتقدة فيها حاجات كتير، دخل لها واحد عوضها بكل، يعني هو احنا مش هنقول عوضها، هو ضحك عليها يعتبر بكل الحاجات اللي هي ما كانتش بتتعمل، زي انه يجي لها مثلا فجأة يجيب لها هدايا على طول، يسمعها كلام حلو دايما، يكون معاها طول الوقت، يعني كل لما بتتلفت حواليها حرفيا هي بتلاقيه ماشي وراها في كل حتة، محوطها حرفيا من كل الاتجاهات لحد ما ضمنها. الكارثة بقى انه كان فيه عيوب. ايه هي العيوب؟ ان هو كان كذاب وهي ما كانتش شايفة ده، يعني كان كل مرة بيكذب عليها ويرجع وتصدقه ويرجع وتصدقه، من الحاجات اللي بيعملها لها يعني. يمكن يتغير او مش عارفة ايه او الكلام ده زي اي حد. وكان كمان في عيب تاني، انه تعليمه ما كانش زيها، كان اقل منها تعليم، مش حاجة بقى اللي هو كان معاه مثلا ثانوية عامة او دبلوم حاجة كده يعني، وهي كان معاه شهادة جامعية. قالت انه ده مش هيفرق في حاجة، يعني ايه المشكلة لما اخد حد اقل مني تعليم؟ هو يعني المهم ان هو يكون شخص بيعرف ربنا وكويس طبعا هو كان بيصلي وكان بيكلمها بقى في الدين والكلام ده كله. وطبعا بالنسبة لها الحاجات اللي هو كان بيعملها لها دي كلها كانت حاجات حلوة، طبعا هي ما عاشتهاش قبل كده، فافتكرت انه هو ده الحب او هو ده بقى الاختيار الصح، مع ان في حاجات كتيرة اساسيات لازم تتحط عشان تتبني عليها العلاقة، ودي اصلا ما كانتش موجودة. فكملت بقى اهلها ينصحوها، يا بنتي اقل منك تعليم ما ينفعش، مش هتعرفي ده دلوقتي. قالت انا لا برضو ما فيش مشكلة وعادي وبتاع والكلام ده. طيب خلاص براحتك مفيش مشكلة. مامتها نصحتها، لا نصحوها وكلام كتير. بعد كده المشكلة بقى الأكبر كمان إن هو عنده بيت عيلة، قعدت معاه في بيت العيلة. خلينا بقى نتكلم قبل الجواز، يعني إن هو كان يعني لما جيت أقدم لها وكده قال إن هو قاعد في بيت عيلة وكده. مامتها برضو ما ينفعش، انتي أصلا كده مش شبههم، انتي يعني
هو التعليم مهم، المهم ان احنا نكون على يعني على نفس مستوى الفهم، والتعليم فعلا بيفرق. في ناس هتقول مثلا ان في ناس مش متعلمين بس فاهمين بس بتاع، ما قلتش حاجه، ما اختلفناش، بس دول احنا يعني دول بتبقى يعني شاذة، يعني حاجات شاذة كده بتطلع، لكن مش هنعمم، يعني دي حاجة مش هنعممها، لا هو بتبقى يعني حاجة شاذة كده بتطلع، انه تلاقي واحد مثلا مش متعلم مثلا تعليمك، بس بس دماغه افق واسع يعني. فهي ما خدتش بالها من الحتة دي، مع انها كانت حاجة برضو يعني كانت حاجة جامدة لازم انها تاخد بالها منها، بس تمام ما خدتش بالها منها. هنا بقى المشكلة تاني ان هي تقعد مع عدة العيلة، هما كانوش شبه بعض يعني قوي، يعني هو من بلد في الصعيد، وهي كانت يعني قاعدة في القاهرة يعني. المهم مامتها قعدت تنصحها وما ينفع وهتتعبي والكلام ده، هتنزلي عند حماتك على طول. قعدت تقول ايه المشكلة دي، ما حماتي جميلة ومش عارفة ايه وست جميلة وبتحبني والكلام ده كله. طبعا كل ده كان ظاهر ان هو جميل وحلو وكل حاجة. اتجوزت. بعد ما اتجوزت اول فترة من جوازها هي شافت فيها سواد. لازم انها تنزل على عند حماتها، لازم تساعدها في البيت عشان هي ست كبيرة، وهو كمان كان وحيد اهله، اللي هو مش وحيد اهله اللي هو لا في يعني هو وحيد اهله اللي هو ولد، يعني ولد وحيد على بنات. فطبعا ده بقى الدلوعة بتاعتهم ومش عارفة ايه. فضلت بقى ان هي يعني تنزل عند حماتها ولازم ومش عارفة ايه واجبار يعني. طبعا دي حاجة مش مريحة ابدا، مفيش خصوصية في البيت. لما خلفت خدت منه يعني ابنها بقى، هو ما هو فكريا مش حد مش حد سوي، يعني مش حد سوي فعلا. ضرب بقى، إهانة، شتيمة، تروح لأهلها وهي مضروبة ومتهانة وكل حاجة. وطبعا مامتها دفعت عنها والكلام ده كله، هي وباباها والكلام ده، ومش هترجع غير لما كذا والشروط وبتاع. خلاص تمام، تروح البيت فترة برضو ترجع مضروبة. هو خلاص هو طبع اللي اتنزلت من الأول هتفضل تتنازل طول حياتها. يعني نزلت ان هي تقعد في بيت عيلة، نزلت ان هي تاخد حد اقل منها فكريا وتعليم، وده اثر. ما هو انت لو حد سوي مش هتضرب، مش هتشتم شتايم مش كويسة قدام ابنك، لدرجة ان ابنه خد شتايم، بالشتايم يعني بقى بيشتم الشتايم اللي هو بيشتمها، لدرجة ان هو بقى بيكسفها قدام الناس، وما بقتش يا عيني هي بتبقى عارفة تخرج بيه، تبقى قاعدة مكسوفة بيه. فقررت ان هي ما تخرجش ولا تقابل حد. حياتها فضلت زي ما هي بالطريقة دي. ده اللي انا كنت بقوله، انك لما تيجي اختاري اب لعيالك. هل هو كده اب لابنه؟ هل انت كده ربيت ابنك صح؟ انك تعلم ابنك من صغره شتايم وقلة ادب وتضرب مامته يعني تضرب مراتك قدامه. طبعا يعني هو مش قصة بس انه قدامه، هو قصة انه اصلا يمد ايده عليها، دي بقى قصة تانية لوحدها. هو ده سوء الاختيار اللي احنا بنغمي عينينا عنه لما نكون بصين على حاجة معينة، على حاجة ظاهرية بس، مش باصين داخليا احنا هنعمل ايه، مش باصين قدام احنا هنعمل ايه، مش باصين انا لما هروح اقعد في بيت عيلة هبقى عاملة ازاي.
فين خصوصيتي؟ حلو تمام، انا هود اهله بس من بعيد لبعيد. الدنيا لما بتبقى متعمقة أوي، العلاقات لما بتبقى عميقة أوي، قريبين أوي من بعض، بيحصل مشاكل. لازم إذا كنا احنا مثلا لما بنكون في بيتنا احنا اخوات او كعيلة، احنا اخوات يعني قاعدين مع بعض في نفس البيت، بيحصل بينا مشاكل، ما ده طبيعي. فبالك مثلا بقى بعيلة اللي هو يعني حماتي واللي هم اخوات جوزي. طبعا احنا مش لا متربي، يعني كل واحد بقى وليه طباعه، وكمان مش شبهنا. حياتي هتبقى عاملة ازاي؟ كل ده انا ما بصيتش عليه، فبالتالي انا اخترت غلط، ومش بدفع تمن غلطتي انا بس، انا بدفع تمن ابني كمان وعيالي. إيه، مش هقول هنا بقى ليه بنكمل في الغلط، او ان هي ضيعت سنين في علاقتها دي، او ان انا مش همشي دلوقتي او هكمل. بس لو احنا جينا فكرنا مثلا وقلنا ان هي تتطلق مثلا او بتاع، مش بس هي، انا بتكلم في العموم، واي قصة شبه القصة دي، انها ما توصلش نفسها لحد يعني كل ده بيبقى باين المفروض من الخطوبة، بيبقى باين في فترة التعارف. احنا ليه عاملين فترة الخطوبة؟ ما احنا عشان نعرف بعض. اللي بقى بيحصل دلوقتي ان احنا بقينا بنستغل فترة الخطوبة غلط في ايه؟ في ان احنا نجهز نفسنا، في ان احنا نجهز الشقة، فين العفش، فين، وناسيين وراكنين بقى اللي احنا المفروض يعني الحاجات اللي هي المهمة اصلا، ان احنا نعرف بعض، نشوف احنا ندرس الشخص ده كويس جدا. ما هو ده حد انت هتعيشي معاه اكتر ما هتعيشي مع اهلك، هتقضي معاه حياتك كلها، حياتك الباقية كلها. هل هو يستحق؟ هل الشخص اللي معاكي ده يستحق انك تسيبي بيت اهلك وتمشي منه علشانه؟ هل الشخص ده يستحق ده؟ هو ده اللي احنا لازم نقعد نفكر فيه وندرسه كويس، ونفهم ان احنا مش قليلين مهما حصل في الدنيا، ومهما اللي حوالينا بيتكلموا، مهما كبرنا احنا مش قليلين، ومش هنختار غلط علشان خاطر نرضي اللي حوالينا، او علشان خاطر نسكت صوت جوانا انك لوحدك، انك هتبقي لوحدك، انك كبرتي، انك محتاجة حد في حياتك، ان اللي حواليك ارتبطوا وانتي لأ. تأني اختيارك. هتغلطي اكيد وهتختاري غلط كم مرة، مش مهم، بس المهم انك تتعلمي من اختياراتك الغلط. مبقاش بكرر نفس الغلط كل مرة، وابقى بصة في حتة معينة بس وسايبة الحاجة الأهم. دايما افتكري انك بتختاري اب لعيالك. وهحكيلكم مشاكل كتيرة قوي حصلت بسبب سوء الاختيار اللي دمرت بيوت حرفيا، بس ده هيبقى في حلقات جاية ثانية. يعني انا حكيت حاجة بس كده، وفيها حاجات، يعني القصة دي حصل فيها حاجات اكتر من كده، بس دي الحاجات بس اللي انا حبيت بس اوصلها بسبب سوء الاختيار، وان انا افضل ماشية ورا اختيار انا عارفة وشايفة انه فيه غلط، بس انا مش سامعة للي حواليا، ولا شايفة قدامي، انا بصة في حاجات معينة تانية بس. لا، ويعني قصة تانية كمان، انه بنت هي لسه ايه يعني بتتعرف عليه، او يعني او مش هنقول انها بتتعرف عليه، هو المفروض ان هي عارفاه، بس ممكن ما تكونش عارفاه معرفة شخصية جامدة قوي، بس هو معروف ليها، معروف ان هو بيروح وبيرجع، معروف ان هو متردد في قراره، معروف ان هو يعني مثلا شوية يكلمها وبحبك وعايز اقابلك وينزل يقابلها ومش عارفة ايه، بس مش عايز يقول لها صراحة انا عايز ارتبط بيكي، او انا عايز اجي اتقدم لك. وترد عليه مرة، وكل لما يكلمها مثلا ترد عليه، تفتكر انه اتغير. طب وليه؟ ما احنا عرفنا خلاص هو عامل. طب لو جالك اتقدم لك، هو معروف ان هو شخص كذاب، شخص متردد، اللي ما يبقاش عايزك ويجي يخبط على باب بيتك من الاول يبقى مع السلامة. ما تديش فرصة مرة واتنين وتلاتة، لأ،
انا ادي فرصة مرة واتنين وتلاتة في حاجات تانية لو انا شايفة ان الشخص ده يستاهل الفرصة دي. انما انا اديتك فرصة مرة وسمعتك ومش عارفة ايه طب يعني ليه بقى؟ ليه ادي فرصة تاني؟ ليه ادي فرصة ان انا احط نفسي اصلا في حتة ان انا قاعدة مستنياك تيجي تتقدم لي؟ ما طز يعني بجد. مفيش غيره في الدنيا؟ يعني مفيش غيره هو؟ لا طبعا. انت تستاهلي حد احسن من كده بكتير. تستاهلي اللي يتعب علشانك، تستاهلي اللي يقعد بالسنين يحاول يوصلك ومش عارف، ولما يجي يوصلك يحس ان هو عمل انجاز في حياته. تستاهلي ده. وحطي في دماغك ان لو حطيتي في دماغك وجوه نفسك وفي عقلك ان انا استاهل ده، هو هيوصل له احساسك ده اللي انا ببقى حاسه بيه والطاقه اللي انا ببقى مدياه او الحاجه اللي انا ببقى حاطه فيها نفسي. لو انا شايفه نفسي ان انا واحده مش قليله واستاهل انه واحد فعلا يتعب علشاني ويحس ان هو عمل انجاز يوم ما ياخدني، هيوصل له الاحساس ده، هيوصل له ان عادي، ما انا هرجع الاقيها في اي وقت. هي بترد عليا كل لما مش هترد المره دي، هترد المره الجايه. يوصل له احساس ان انت عادي. لكن لما يحصل له احساس انك انت لا، مش اي حد يقدر يوصل لك وبسهوله، لما انت تحسي انت بده وتقدري قيمتك، هو هيقدرها من غير ما تقولي له، من غير ما تقولي قدر قيمتي او لا ما تتكلميش. احسن حاجه ان احنا نسكت. يعني الكلام الكتير بجد بيفقد قيمة حاجات كتير قوي، بيفقد معنى حاجات كتير قوي، بيفقد معنى الكلام اللي انتي اصلا عايزة تقوليه. انتي تعملي حسي بنفسك وحسي بقيمة نفسك وقدريها، هيوصلوا ده من غير ما تقوليه. مش عايزة اطول عليكم، ويا رب اكون قدرت افيدكم. معاكم دينا من بودكاست من ورا المراية. باي باي.